الشركه ديال كوجومار والسهم ديالها في البورصه ديال الدار البيضاء يمكن لينا نعتبروه واحد من بين الاسهم لي بلوس سوز ايفالوي في لا بورصه ديال كازابلانكا هاد السنه. الشركه اللي كتشتغل على انتاج السكر، قصب السكر، وهي المنتج الوحيد في المغرب، عندها مونوبول، كتنتج تقريبا 60% من الانتاج ديالها للسوق الوطني، وحوالي 40 حتى ل 42% كتصدر لازيد من 50 دوله. هاد السنه هادي سنه استثنائيه من ناحيه الفلاحه ومن ناحيه لا كومبان ديال لو سكر، ديال انتاج السكر. السدود اليوم فايتين 75%، 70 75%، وممكن النسبه تزاد في الاشهر القادمه. هذا كيعني ان الشركه عندها امكانيات الاشتغال والانتاج ديال السكر باقل تكلفه لمده ديال عامين على الاقل. فاذا السهم عنده افاق مستقبليه ماشي غير في المدى القريب ولكن حتى في المدى المتوسط. بالنسبه للانتاج ديالها الخارجي والتصدير ديالها للسكر، فهو مرتبط بالسعر الدولي ديال السكر بالشقين ديالو، بروت والسكر الغافيني، لو سكر بروت اي لو سكر غافيني. وهنا خصنا نتبعوا للسعر الدولي. حاليا السعر مستقر نوعا ما في حدود 400 دولار بالنسبه للو غافيني، من بعد واحد الموجه ديال الهبوط كبيره واللي اثرت في السهم ديال كوزومار، ولكن المرحله الحاليه كاين نوعا ما استقرار. الا جمعنا هاد جوج العوامل وانتبهنا لهم بجوج، الاداء الفلاحي في المغرب والسعر الدولي، فيمكن لنا نبنيو تصور نوعا ما واضح على الاداء ديال السهم ديال كوزومار في المستقبل. هاد الشيء ماشي ارشادات ماليه، ماشي نصائح استثماريه، مجرد تحليل يمكن يكون صحيح يمكن يكون خاطئ. قرار دائما كيرجع لكل واحد على حساب المحفظه الاستثماريه ديالو، على حساب الاهداف ديالو الى اخره. نتلاقاو في سهم جديد، الى اللقاء.